هذا الدعاء من أدق الأدعية. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وترد بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألفتي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. يا أهلا وسهلا بكل أموراتي الحلوين اللي شرفوني ونوروني وكبروا عيلتي. أتمنى منك يا قمر فضلا وليس أمرا لو انتي بتتفرجي عليا وانتي مش مشتركة نوريني باشتراكك وفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد بقدمه، ومتنسيش تكتبيلي كومنت اقدر ادخل ارحب بيكي. متنسوش اللايك يا بنات بالله عليكم. نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ان شاء الله النهارده الروتين بتاعنا مختلف، هنعمل فيه شوية حاجات كده مع بعض تشجعنا على يومنا. مبدئيا كده يا بنات انا قلت لكم ان انا دلوقتي بقيت اجبر نفسي ان انا انزل واشتري حاجاتي كل ما انزل. ده انا عملت كده عشان اجبر نفسي ان انا انزل اشتري. فكل كام فيديو كده هنلاقي معانا مقطع بمشتريات احنا اشتريناها. فالنهارده كنت نزلت وجبت بقى شوية المشتريات اللي هنشوفها مع بعض النهارده دي، وهنعمل مع بعض احلى صينية كيك والله العظيم تستاهل بقكم. يعني بص انا عايزة بقى كده ايه الفيديو ده يتفجر كده لايكات. عاوزين بقى يا بنات واحنا بنتفرج على الفيديو كده نذكر الله عشان ناخد حسنات ونكتب ذكر من الاذكار في الكومنتات. بص يا بنات نزلت النهاردة اشتريت حاجات بسيطة جدا. اشتريت 2 كيلو كلوروكس الوان، ودي الاسبونشة اللي حبيبة قلبي مامة مازن كانت سألتني عليها في فيديو قبل كده. دي الاسبونشة التحفة اللي انا مبقتش استغنى عنها. وجبت قمح اللي هي بليلة يا بنات ودقيق وذرة فشار، وجبت خوخ. تمام. طبعا كلنا عارفين طريقة البليلة بنعملها ازاي، بننقيها وبناخدها بننقعها من بالليل لحد تاني يوم. ولما انزلها معاكم في الفيديو هبقى يعني اشرح لكم بقى بنعملها ازاي. دلوقتي احنا طبعا عملنا مع بعض كتير جدا طريقة عمل الكلوروكس الالوان، او هنزود الكمية معانا ازاي عشان تبقى موفرة ونزود في الجودة بتاعته. انا من ال2 كيلو هوريكم دلوقتي انا عملت كام لتر معاكم. الجيركن ده يا بنات 4 لتر. مليته كله ومليت بخاخة وازازة تاني. كل ده من كلوروكس الوان مركز جدا تقدري تخففيه عند الاستخدام. بصوا يا بنات، اهم حاجة لما تيجي تشيلي المنظمات بتاعتك او الازايز بتاعتك او ايا كان لازم تلمعيها كويس جدا. يا اما تاخديها بقى على الحوض وتغسليها بالاسبونجة، يا اما تعملي كده زي يعني انا الفوطة دي خدت نقطة من الكلوروكس اللي انا كنت بعمله ورحت ملمعة بيها الازايز اللي انا عبيتها. تمام. جبت بقى نص كيلو عسل بفضيه في البرطمان دوت. بصوا انا بقولكم يعني انا مشترياتي كانت على قدي جدا. برضو جبت نص كيلو سمنة الشهر ده وافضيها برضو معاكم. عندكم العسل بكام يا بنات؟ عندنا ب20 جنيه، والسمنة السايبة ديت الكيلو ب90 جنيه. انا جبت نص، دي كانت روابي. طبعا انا عارفة ان كلها سمنة مهدرجة يعني، بس ايه ما عنديش سمنة بلدي صراحة يا بنات، و يعني الميزانية والظروف وكده مش هتسمح ان احنا نجيب بقى دلوقتي، فبنمشي نفسنا زي ما قلنا قبل كده بايه باللي ينفع. وجبت بيض وبيكنج باودر وفانيليا عشان نعمل الكيك التحفة اللي ان شاء الله هتعجبكم. وانا يا بنات بجيب الخل عندي سايب مركز.
هنعبيه كده بقى في الازازة بتاعتنا، وتعالوا بقى نعمل احلى كيك تايجر مع بعض. كوباية الا ربع زيت، كوباية ونص سكر. نقلب الميكس ده كويس جدا، وبعد كده هننزل بكوبايتين لبن ونقلب برضو كويس جدا. انا عندي هنا السكر كان خشن شوية، سكر التموين يا بنات. هنقلب بقى ده كله كويس جدا 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 جدا. لازم تتأكدي ان السكر بتاعك داب كويس، انه داب كويس جدا. مش هتعرفي تدوبيه كويس، اشتغلي بقى في الخلاط. عايزة تنزلي ب2 بيضة تمام، عايزة تنزلي ب3 بيضة تمام. هننزل ب3 بيضات، وهننزل بمعلقة الخل الأساسية في أي معجنات وفي أي كيك، ونقلب كويس جدا. وبعد كده هننزل بكيسين الفانيليا. بشرح لكم اهو الكيكة المرة دي بالتفاصيل وببطء شديد، عشان عارفة ان في الفيديو اللي فات شرحته بسرعة جدا. خلاص كده نقلب كويس جدا، وبعد كده بقى هنجيب 3 كوبايات دقيق وننخلهم كويس جدا. اهم حاجة يا بنات لازم تنخلي الدقيق بتاعك، وما ننساش ذرة الملح وكيس البيكنج باودر. هنزل بقى بكيس البيكنج باودر وهقلب ده كله. وزي ما اتفقنا يا بنات قبل ما بنبدأ في اي حاجة في الكيك لازم نبقى مشغلين الفرن من قبلها. انا بشغله على اعلى درجة حرارة، وبعد كده لما باجي ادخل الصينية بتاعت الفرن بشغلها على درجة حرارة 180. هجيب بقى الصينية بتاعتي يا بنات. انا جبت اكبر صينية عندي، مقاسها كبير جدا. انا بصراحة معرفش مقاسها كام، يعني مش بعرف في مقاسات الصواني، بس دي اكبر مقاس في الصينية. هقسم بقى الخليط بتاعي ده لجزئين، جزء هسيبه ابيض والجزء التاني هحط عليه معلقتين كبار او 3 معالق كاكاو خام مر. هقلبه بقى كويس جدا. لازم هننزل باي معلقة او معلقتين سوائل على الخليط دوت. عايزة تنزلي بحليب تمام، عايزة تنزلي بمية تمام. انا هنزل بمية، هي معلقتين كفاية. نقلب بس ده كله كويس جدا عشان ندوبه، وننزل بقى الكاكاو اللي على الاطراف دوت. انا زودت كمية الشوكليت شوية، يعني خليت الجزء ده اكتر شوية من الجزء السادة عشان الولاد بتحبه كده. وما حبيتش صراحة اعملها كلها سادة، يعني قلت بقالي كتير قوي ما عملت لهمش الشكل دوت، فنعملها تبقى حاجة ايه مختلفة عن كل مرة. بتنزلي كده بقى شوية من الشوكليت وشوية من السادة، شوية من الشوكليت وشوية من السادة. سهلة وبسيطة، بس في الاخر والله حاجة كده تسلم ايدك عليها. الحاجة في البيت انضف واوفر واحلى، وكفاية اصلا فرحة الولاد كده ان انت اللي بتعملي لهم كل حاجة في البيت. مفيش اسهل من كده والله، ولا ابسط من كده. خلاص كده انا خلصت اهو الجزء السادة كله، وهنزل بقى بقية الجزء اللي فيه الكاكاو. علشان كده بقولكوا هي اغلبيتها هتبقى شوكليت. خلاص كده يا بنات هعمل لها بقى نقشة بسيطة خالص كده، شكل كده في الاخر. بصي يعني اهم حاجة بس تكون سكينة سنها رفيع، وامشي كده بخطوط بالطول هتلاقيها جابت معاكي شكل الورد التحفة دوت. انا عندي كانت مايلة سيكة كده. اهم حاجة يا بنات تهبجي الصينية كده علشان ايه تطلعي كل الفراغات اللي فيها.
بصوا يا بنات، ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده زي الفل بجد. نشكر الله يا بنات واحنا بنتفرج. لا اله الا الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفروا يا بنات كتير، استغفروا كتير. الاستغفار والله حلو جدا. استغفر الله، استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. خلاص كده يا بنات، انا قطعت الكيكة بتاعتي، هحطها بقى في الاطباق. عايزه اقول لكم انا ولادي ما شاء الله تبارك الله ما بيصبروش عليا لحد ما تبرد. يعني انا على طول بقطع الكيكه تبقى سخنه جدا. خلاص كده يا بنات، انا قطعتها وحطيتها وبألف هنا وشفا. بصوا بقى شكلها كده رخامي، حاجه كده حلو بجد بجد. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بصوا يا بنات، بوريكم ان هي طريه جدا وهشه كده وما شاء الله تبارك الله. الغدا بقى كان بتاعي النهارده كان سمك، وانا عملته معاكم كتير قوي. ده سمك المكرونه يا بنات اللي قلت لكم ان انا جبته ساعتها، كان ب70 جنيه. وعملت الرز ببصل، ما حطيتش عليه الجزر المره دي، وعملت سلطه وحاولت اقطع الجرجير اللي فيها كبير شويه علشان دعواتكم. بدأت في، مش هقول دايت جدي، بس بدأت في تنظيم الأكلة معايا شوية. التلاجة اتغسلت وبقت زي الفل، بنستقبل بيها العيد. طبعا انا لو كنت صورت التفاصيل دي كان الفيديو هيبقى طويل مني جدا جدا جدا. وبصراحة الفترة دي ما ظنش ان في وقت ان الواحد يطول في الفيديوهات، فحاولت اختصر لكم في الفيديوهات الفترة دي. بصوا بنات، انا بحب احط كل حاجة كده في منظمات واحطها في التلاجة. وده دقيق انا بحب احطه كده في باب التلاجة، ما بحبش احطه على الرخامة من بره على المطبخ يعني. ودوت شكل المطبخ في اخر اليوم. اتمنى منك يا قمر الفيديو يكون عجبك، وما تنسينيش بالاشتراك وباللايك وكومنت حلو زيك. وهتوحشوني يا قمراتي لحد الفيديو الجاي، وبحبكم في الله. استودعكم الله، ومع الف سلامة لحد الفيديو القادم. باي باي.